إشادة دولية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والرعاية الاجتماعية. 300 مليون دولار استثمارات أمريكية جديدة لدعم المشروعات الصغيرة. بعد التفاصيل أن أشاد الكونجرس الأمريكي بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والإصلاحات التشريعية التي قامت بها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار بها وبيئة الأعمال. جاء ذلك خلال جلسة استماع الكونجرس حول التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة بهدف تقييم البرامج الحالية ووضع إطار للمساعدات المستقبلية ومناقشة المشروعات الاستثمارية الموقعة بين الجانبين. تعليق يا أستاذ محمد. حضرتك الاصلاح الاقتصادي في مصر لم يجرؤ الرئيس السادات على الدخول فيه، وبالتالي كان الرئيس مبارك ايضا لم يجرؤ على الدخول فيه. هو كانوا بيدوا تصريحات فقط وهنعمل اصلاح اقتصادي، ما قدروش. اللي لمس هذا العمل بشكل جيد كان الرئيس السيسي، تصدى له بكل حزم يعني هو كل حاجه. نعم، وتصدى له ورغم ما حدث من تحركات فيما يخص المجموعات اللي كانت تريد ان تنال من مصر. حضرتك لما قامت ثوره 25 يناير كان عندنا في مصر 480 مليار دولار هو الاحتياطي النقدي. انت حضرتك عارف ان الثوره عندما قامت ذهبت كل هذه الاموال مع الرياح. الرئيس تولى دوله 2011 كان 36 مليار، 36، وكان في 10 موجودين. كانت منحه او حاجه زي كده. كان 48 انا اسف 400. فلما قامت الثوره ال 48 مليار خلاص تبخروا. فجه الرئيس يمسك مصر، يتولى اداره مصر، فلقى الخزائن خاويه تماما. حضرتك عارف التحركات المكوكيه اللي عملها مع الدول العربيه والدول المانحه والدول يعني في هذا التوقيت الحرج مصر بتعود بشكل اقتصادي جيد. ورغم ما كان يحدث في عهد الرؤساء السابقين والتشدقات بان هناك اصلاح اقتصادي وكانت دايما المنظمات الدوليه بتهاجمنا وتقول ان الاقتصاد المصري لن يتعافى وان الاقتصاد المصري بينهار. لاول مره تشيد المؤسسات الدوليه بالاقتصاد المصري بعدما بدا الرئيس السيسي في الاصلاح الاقتصادي، يعني بدا ويعلم جيدا ان هناك شعب سيقف خلفه لنجاح هذا الاقتصاد. صحيح. هو حتى سيادة الرئيس في كل مناسبة، يمكن آخر 3-4 مناسبات، بيتكلم دايما عن الإصلاح الاقتصادي وعن إن الخطوة كانت صعبة، وعن إن هو قالوا له كتير السادة الوزراء برضو نأجل الخطوة دي أو ما شابه ذلك، لكن هي اتخذت في وقت. هو الرئيس راهن على الشعب المصري ورهانه كاسب جدا، والشعب واقف ولن نتحرك من خلف الرئيس. سنسند حتى آخر قطرة من دمائنا حتى تعود مصر لريادتها اقتصاديا وعسكريا واجتماعيا في كل المجالات وكل الأصعدة إن شاء الله. طيب.